بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله يا شباب، النهاردة هنشرح الحصة أو هنحل الحصة رقم 3، وهي تابع النسب. فنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك في الرسمة اللطيفة ديت، ثانية واحدة بس كده الأول. شيل ده ماشي، تمام، مش مشكلة. نرجع تاني زي ما احنا. بيقول لك سلك مقاومته R، نصف قطره R برضو، تم ضغطه، يعني زي كلمة إعادة تشكيله. أوكي كده. ليصبح نصف قطره إن R، فإن مقاومته تصبح كام؟ طبعا احنا عارفين كلنا المعلومة دي، وهي إن تم إعادة تشكيله، فكده المقاومة بتتناسب مع نصف القطر أس 4. عارفين ده ولا لأ؟ أوكي. فمبدئيا خلينا أحمر وأسود وخلاص. متغيرش كده. متغيرش. اوكي. فمبدئيا هقول والله R1 على R2 بيساوي R2 أس 4 على R1 أس 4. عارفين النقطة دي؟ تمام. يبقى أقول R1 على R2 بيساوي R2 أس 4 اللي هي بدي R2 بعد ما أصبح، يبقى هي N أس 4 R أس 4 على R1 اللي هي دي، اللي هي R أس 4. ده هيطير مع ده، يطلع معانا R1 على R2 بتساوي N أس 4. هو مش عايز ده يا أصدقائي، هو عايز R في الحالة التانية. هضرب طرفين في وسطين، هي هنبدل وخلاص. هنبدل، يبقى R2 بتساوي R1 على N أس 4. R1 على N أس إيه؟ 4. السؤال 2 بيقول لك سلك مقاومته سلك مقاومته أصدقائي R. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي ممكن نعملها بإيه؟ نعلم كده دايرة ونحرك كده، صدق أسهل بكتير من القدم، صح؟ تمام كده. سلك مقاومته R تم سحبه، يبقى احنا عارفين إن الشغل هنشتغله ازاي. حتى زاد طوله إلى 3 أمثاله. يبقى أنا كده هنترجم السؤال، هنقول والله L1 كانت بتساوي L2 بتساوي 3L. اتفقنا ولا لأ؟ اتفقنا، جميل جدا. يبقى فإن مقاومته تصبح كام؟ خلاص، هو يعني في طريقتين إن كده الآر بتتناسب مع ال تربيع، فلما زيد 3 أمثاله يبقى هزيد 9 أمثالها. 9 أمثال الآر ديت، والله ما أنا عارف عامة، مش معايا آلة حاسبة دلوقتي عشان بس الوقت إيه ما نطولش عليكم. فأقول والله R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع. أكيد هتعوض وتحسب R2 بس لوحدها. اتفقنا، جميل جدا. طيب نخش على اللي وراه. برضو ده خلصناه، شكرا جدا. نخش على اللي وراه. سؤال 3 بيقول لك سلك من مادة ما مقاومته 10 سحب، عارفين هيشتغل ازاي، فزاد طوله بمقدار 4. خلاص، يبقى L1 قلنا بيقل، وL2 بيساوي L موجب 3L بمقدار 4 أمثاله. سوري نرسم تاني. L1 بيقل وL2 بإيه؟ بL موجب 4L، يعني بيساوي 5L. يعني L1 بيقل وL2 ب5L. عارفين سحبة يعني ايه برضو؟ نفس الفكرة اللي فوق، R بتتناسب مع L ايه؟ تربيع. هنكتب النسبة بتاعتنا ونعوض ونحسب R2. ونحسب R ايه؟ نحسب R2. تمام كده، شكرا جدا. نخش على السؤال اللي وراه. إذا كانت الزيادة بنسبة 1/10% من الطول، يبقى أقول والله L1 بيساوي L2 بيساوي 1، أو L يعني موجب 1/10 على 100 L بيساوي زي ما يطلع بقى. يعني الحاسبة كده 1 زائد الرقم ده، لا أنا حاسبة 1 زائد الرقم ده، هيطلع معايا رقم في L عشان مش معايا آلة دلوقتي. كده احنا حسبنا L1 و L2. فبيقول لك بسبب التمدد فإن النسبة المئوية للزيادة في المقاومة، عايز ال R2 تزداد قد ايه. طبعا برضو كان هنشتغل على حتة ايه يا أصدقائي، نفس الفكرة اللي فوق، واحدة واحدة.
لو مش فاهمينها ممكن نحلها في الحصة مع بعض واحدة واحدة. هو عامة عاوز الليفل 4 في المسائل اللي الناس اللي حابة تعرف، بس يعني نفس الفكرة، الموضوع بقى ممل، بس هنخلص كله عشان الناس اللي عاوزة تفهم. سلكان من نفس المادة، طول الثاني 6 أمثال طول الأول. يعني لو افترضنا إن الأول بيساوي ال فالثاني بيساوي 6 ال، وقطر الثاني ضعف قطر الأول. يعني لو قلنا الأول R1 بيساوي R، يبقى R2 بيساوي 2R. في ناس يقول لك القطر يا مستر دي، بص نسب الأقطار هي نسب أنصاف الأقطار، ده أهم حاجة قطر وقطر أو نصف قطر ونصف قطر، لكن ما ينفعش نصف قطر مع قطر. زي السؤال اللي واجهنا قبل كده لو فاكرينه، السؤال 21، السؤال 20، السؤال ده واجهنا قبل كده، اللي هو حتة إن إيه وقطره يساوي نصف قطر، ما ينفعش اقارنهم ببعض. ساعتها ما قارنهم بالدايرتين دول لو فاكرين، دايره كده ودايره كده اظن شرحتها لكم يعني، كانت بألوان برصاص تقريبا. تمام. هنا مديني نص قطر، ومديني طول، ومقاومة الأول 2، عاوز مقاومة الثاني. نسبة عادية خالص، هقول والله R1 على R2 بتساوي L1 على L2 في R2 أس R2 تربيع على R1 تربيع. طبعا R2 تربيع جت من مساحة، هي بيساوي YR تربيع. مش أول مرة نحل الكلام ده يا شباب، بس عشان الناس اللي حاسة إن في خزعبلات في الموضوع، لا الموضوع قديم يعني. طيب السؤال رقم 6 بيقول لي سلكان من نفس المادة، طول الأول نفس المادة عارفين معناها إيه، رو إي متساوية، طول الأول ال وطول الثاني 2 ال، مساحة الأول 4 إيه ومساحة الثاني إيه. إيه الدلع ده؟ إيه الدلع ده؟ وعاوز النسبة بينهم. المفروض دي كانت أول سؤال أحطه لكم أصلا يعني. ماشي. سلكان، السؤال رقم 7 بيقول لك سلكان من نفس المادة، طول نفس المادة عارفين معناها ايه، طول الأول اوكي، طول الثاني اوكي، مساحة الأول اوكي. هو سؤال متكرر، خلاص الغيه بقى، الغيه يعني احنا مكترين. سؤال 8 موصلان من نفس المادة، تمام عرفنا ان ايه ثابتة. مقاومة الأول مقاومته R، والثاني طوله ضعف طول الأول، يبقى L2 بيساوي 2 و L1 بيساوي 1. ومساحة مقطعه نص مساحة مقطع الأول، يعني A2 بيساوي نص A، و A1 بيساوي A. اتفقنا تمام كده، هنعدي الموضوع ده خالص. فعايز مقاومة الثاني، عايز مقاومة الايه الثاني. خلاص عرفنا اللقطة بقى يعني، بلاش نضيع وقت في ده. 9 بيقول لك اللي مش فاهم حاجة من دول يا شباب يقول لي. 9 بيقول لي موصل منتظم المقطع طوله مقاومته 108 ار، موصل آخر من نفس النوع يعني رؤية ثابتة طوله L2، وده L1 وده L2 ودي R1 ودي ومساحة مقطعه ثلاث أمثال مساحة مقطع الأول، يعني A2 بيساوي 3A و A1 بيساوي A. فإن مقاومة الثاني كام؟ أنا عاوز R2. أعتقد إن السؤال ده مرة هنا قبل كده وكان ب9 بس بكتاب تاني. تمام يا أصدقائي، نعلم بس البرواز ده لطيف كده، نطلع بيه فوق بعيد عننا. نخش على السؤال اللي وراه. اللهم صل على محمد. بيقول لك يا أصدقائي، بيقول لك إذا كانت مقاومة سلك R وسلك آخر طوله نصف طول الأول، تمام كده معنى كده إن L2 بيساوي نص L و L1 بيساوي L، وقطره يساوي نصف قطر الأول. السؤال ده لسه مر علينا وقلت لكم خلي بالك ما ينفعش أقارن قطر بنصف قطر، فهنعمل نفس الحوار اللي عملناه قبل كده وهشرحه تاني عشان الناس اللي حابة تفهمه، وبالرصاص برضو يعني لو انت حابب الموضوع متكرر. احنا ساعتها رسمنا ايه؟ رسمنا دايرة ورسمنا دايرة، وقلنا والله الثاني قطره اللي هي تعود على الثاني نصف قطر الأول، فأنا هرسم القطر بتاع التاني وهرسم نصف قطر بتاع الأول، دول كده متساويين يعني ده ار وده ار. اوكي. طيب وقطره يساوي نصف قطر الأول، ده ار وده ار. وبعدها هنبدأ نقول لا احنا لازم نخلي الاتنين أقطار، يبقى خلي ده برضو القطر، فده ار برضو. وبالتالي لو كنا نقارن بينهم ساعتها عملناها بالأخضر، لو مش فاكر تقريبا فكده بالنسبة لي ده الأول اللي هو ب2 ار، وده الثاني اللي هو بار. اتفقنا ولا لأ؟ تمام كده احنا قارناهم ببعض.
بس بقى الجديد بقى ايه؟ هو مقاومة نوعية لمادته 4/3 من المقاومة النوعية للأول. يعني هنقول رو اي 2 بيساوي 4/3 رو اي، ورو اي 1 بيساوي رو اي. خلصت الحكاية. أنا عاوز مقاومة الثاني. هنعمل بقى R1 على R2، بس الفكرة إن أنا هعمل نسبة كاملة. R1 على R2 بيساوي رو اي 1 على رو 2 في L1 على L2 في A2 R2 تربيع على R1 تربيع. لأن الموضوع بالنسبة لنا عبارة عن نصف قطر مش قطر، يعني أعتقد إن الموضوع مش أول مرة ناخده. ماله القلم ده؟ ماشي، هو زعل مني ولا إيه؟ ما يطبق. طيب نخش على الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على السؤال اللي ورا أصدقائي. بسم الله. ثانكس. نغير بقى القلم تاني بتاعنا. سلك مقاومته R وسلك آخر من نفس المادة، ولكن طوله ضعف طول الأول وقطره ضعف قطر الأول. شوف قالك قطر وقطر، فتمام. فإن مقاومة السلك الثاني نسبة عادية برضو، هنقول L1 ب L و L2 ب 2L، وقطره ضعف الأول برضو R1 ب R و R2 ب 2R. أنا عاوز مقاومة الثانية تكون كام؟ تمام كده خلصنا. بيقول لك 12 سلك طوله 5 وقطره 1 ومقاومته R1. ما هو طول سلك آخر؟ يبقى هو كده عايز L، ده جديد بقى، أنا عاوز L من نفس المادة. يبقى احنا قلنا الرو اي ثابتة، اوكي، ونفس درجة الحرارة، تمام، وقطره كذا ومقاومته كذا. هو كده عايز الطول. فاحنا اتفقنا في الخطوات حل النسب ان انا اول حاجة اكتب القانون R بتساوي رو اي L على A. بعد كده ابدأ احط اللي انا عايزه لوحده في طرف، يعني ال L بتساوي R A على الرو اي. هو مش الخط مش احسن حاجة، ولكن هو ده خطي فعليا يعني مش عارف ان انا صححه، بس هتدرب على النقطة دي ان شاء الله، واعدي باذن الله اتدرب عليها. المهم أصدقائي، فأنا كده عايز نسبة، بس مع العلم إن المقاومة 1 والمقاومة 1، فأقول لها باي باي، كده كده ثابتة، ورؤي ثابتة، فمفيش غير ال والمساحة. هو قال مساحة ولا قطر؟ قال لي قطر كمان، يعني خلاص R تربيع. يبقى كده أقول L1 على L2 بيساوي R1 تربيع على R2 تربيع. طبعا 1 زي 1 عشان هي طردي، شايفين طرد اهي. بس كده الموضوع يعني نايس جدا، يعني الموضوع لطيف قوي قوي قوي، واعتقد ان انتوا اتدربتوا على النقطه دي من الحصه اللي فاتت يعني. 13 بيقول لي سلكان. طبعا المفروض انتوا تطلعوا النواتج بالآلة حاسبة زي ما اتفقنا علشان تتدربوا عليها، واللي مش عارف يطلعها هيسألني بقى في الحصة. مش عارف تستخدم آلة حاسبة هعلمك واحدة واحدة. بس عشان نتدرب أول السنة مش هننفع نظبط كده آخر السنة يعني. سلكان الأول من النحاس والثاني من الألمنيوم، أوكي، لهما نفس ال ولو نفس المقاومة، يعني ال والار ثابتة، ومديني رو اي ألمنيوم بيساوي 2 رو اي نحاس. لطيف قوي. فإن نسبة المقاومة سوري، نصف القطر، نسبة نصف القطر. طبعا الفكرة زي ما احنا اتفقنا قبل كده يا أصدقائي. آه أخضر كويس، أخضر جرين، أحمر. فكرتوني بحد والله كان بيقعد يتريق كده. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما احسن وتحسن وحاولوا تجيبوها، ان المساحة بيساوي رو اي في ال على ار. المساحة بيساوي الكلام ده. معلش قطعت بس عشان كان في صوت خارجي، انا مش عاوزين ازعجكم بس. لا لا لا، فك كده سنة، فك مفيش مشكلة خالص، يعني الموضوع لطيف. فك بقى، خليك محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو نفس تمام. احنا كده المفروض ان نفك المساحة، شيل الار وشيل ال عشان دول ثوابت، والمساحة ديت باي ار تربيع، واحنا هنشيل ال الباي، فيبقى معانا ار تربيع. يبقى يتضح ان ار تربيع مع الرو اي بس طردي. وبكده هقول ايه يا صديقائي؟ هقول والله ار ألمنيوم
إلى R نحاس هي جذر رو إي ألمنيوم إلى جذر رو إي نحاس. ما هي بالترتيب بقى يعني نفس النسبة ولا إيه؟ نفس النسبة. هو بس خلاص كده خلصنا يعني. رو إي ألمنيوم ب2، رو إي نحاس ب1، يعني 2 إلى 1 جذر 2 إلى 1. تمام كده. سلك نحاسي طوله L مقاومته R، سلك آخر من الألمنيوم الذي له نفس المساحة مثل النحاس، يعني ال A ثابتة. ماشي. وفإن الطول اللازم كان عاوز L من سلك الألمنيوم لتتساوى مقاومته، يعني عايز R برضو ثابتة. راجل محترم جدا. كده عايزين علاقة بين ال والرو إي بس. ماشي. هو عامة الرو إي بيساوي R في A على ال اعتقد ده القانون. وكده الرو اي والال علاقة انفرسلي، علاقة عكسية. يبقى اذا الرو اي 1 على رو اي 2 بيساوي ال 2 على ال 1. هو عايز طبعا في السؤال دوت ال ايه، هو عايز ال 2 بس. خلاص خلصنا كده، يعني عاوزين ال 2. معانا ال 1 ب12، معانا دي 12، ومعانا رو اي 1 ورو اي 2 موجودين معانا اهمت. ماشي. الناس المحترمة تحاول تطلع نواتج. دي جديد بقى، دي نسب ثلاثية فهشرحها لكم واحدة واحدة. نتك يعني خلي وقت الفيديو في الأسئلة الجديدة. 3 أسلاك من النحاس، مديني نسب الكتل ومديني نسب الأطوال، عاوز نسب مقاومات. نضيف صفحة علشان نشرح فيها. ماشي. بص يا أصدقائي، هو مبدئيا محتاجين قانون فيه كتلة، محتاجين قانون فيه كتلة وفيه طول وفيه مقاومة. فاتفقنا من شوية إن الار بتساوي، استنتجناه قبل كده لو مش فاكرين نستنتجه تاني بسرعة. رو اي ال على الاي، والام بتساوي رو اي ال. فاحنا نستنتج قانون في التلاتة دول. المفروض ان انا اعمل ايه؟ مش محتاجين غير R في القانون وال L وال M، يبقى مش محتاجين ال A. عشان كده نحط ال A هنا لوحدها في طرف. A بيساوي M على رو L، واقوم واخد ده صديقي واحطه هنا. يبقى اقول اذا R بتساوي رو اي ال على M على رو L. وطبعا زي ما اتفقنا ان مقام المقام بسط، ده كله مقام وده مقامه يطلع بسط فوق. يبقى اذا رو اي في ال تربيع على في الرو كمان على ام. طبعا ده قانون المقاومة اللي في كتلة وفي طول، ودي المطلوب اثباته يا فندم. تمام كده. الله الله الله، ده في دلع ما كان في، يعني كان في. ليه كده؟ ليه كده يا حبيبي؟ ايوه كده حلو. شوف في 3 الوان كان من اول. طيب يبقى كده نقول هنشيل الرو اي ونشيل الار. يبقى نقول والله R1 إلى R2 إلى R3 كنسبة نفس النسبة بقى، اللي هي بقى ايه؟ L1 تربيع على M إلى L2 تربيع على M2 طبعا وM1 إلى L3 تربيع على M3. نطلع بالتقيلة يلا. نعوض بقى، نعوض بنفس الترتيب كده بالظبط عشان احنا هنختار كده يعني. فنقول الكتل تحت اللي هي 1 3 5. خلاص ماشي. يبقى نعمل كده، ادي 1 وادي 3 وادي 5. طبعا دي مكان الكتل. تمام يا اصدقائي. والطول بالتربيع طبعا 5 3 1 تربيع طبعا. 5 يعني 25 تربيع، يعني 5 تربيع بحط. ماشي. وده 9 وده 1. اوكي. طيب ننزل باختصار. 25 الى 3 الى 5 الخمس اعتقد صح. ماشي. نضرب بقى في ايه؟ نضرب في 5 علشان نوحد المقامات. يبقى ده 1 إلى 15 إلى 125. وطبعا هو ده الناتج. 1 إلى 15 إلى 125 أهو. احنا جامدين قوي احنا. ماشي. أظن كده يعني ده الاستنتاج وده الحل. استنتجنا القانون من جديد تاني وحلينا مسألة ثلاثية واحدة واحدة، مش مستحيلة يعني. 16 بيقول لك سلك من مادة ما مقاومته R، طوله كذا، قطره كذا، أعيد تشكيله. طبعا حضرتك عارف هتشتغل ازاي، حيث تم سحبه، يعني ليه كلمتين، فأصبح قطره. حلو. عاوز طول السلك الناتج. طيب احنا عارفين، المفروض احنا عارفين الفكرة يعني مش محتاجين ان احنا ايه، مش محتاجين ان احنا نتفلسف. عاوزين علاقة بين الطول وما بين المساحة. والله المفروض
كلمة سحب أنا علمكم وقلت لك إن ال عكسي مع ال يعني عكسي مع ار تربيع، وبالتالي هقول كده ال واحد على ال اتنين بتساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. اوكي، ما هي عكسي. اوكي، ده عكس ده. وبالتالي هنعوض بقى يا صديقي ونحسب ال اتنين. انا عاوز ال مين؟ اتنين. كده خلصنا اول مطلوب، ده كده اول مطلوب خلاص. تاني مطلوب يا اصدقائي، انا عايز مقاومة السلك الثاني اللي هي ار اتنين. حاضر، هقول والله ار واحد على ار اتنين بتساوي، ممكن بنصف القطر وممكن بالطول، يعني نصف القطر وخلاص. ار اتنين أس أربعة على ار واحد أس أربعة. عارفين أس أربعة ليه؟ عشان قال لي أعيد تشكيله. ماشي ولا لأ؟ تمام. 17 بيقول لي سلكان من النحاس طول أحدهما كذا وكتلته كذا وطول الآخر كذا وكتلته كذا. احنا لسه فوق مستنتجين لسه طازة جدا علاقة بين الار والكتلة. قلنا والله آخر الأنباء الار بتساوي رو إي ال على رو إي في رو في ال تربيع على ام. ده آخر قانون مستنبطينه مع بعض. فهو ده بقى القانون بقى اللي هستخدمه تحت في النسب، يعني معايا كتلة ومعايا طول. ماشي يا أصدقائي ولا لأ؟ تمام جدا، جميل. يعني الموضوع لطيف أوي يعني على فكرة. سؤال 18 خلاص قربنا هنا أهو، هانت 21 دقيقة. لا كده كترت أوي. سلكان من نفس المادة، أوكي عارفين معناها، رؤية ثابتة. تمام. إذا علمت أن قطر السلك الأول هو 3 أمثال قطر السلك الثاني، معنى كده إن ار واحد لو قلنا عليها 3 ار، فالار الثاني بيساوي ار، ومقاومة السلك الثاني هو 4 أمثال مقاومة السلك الأول. يعني لو قلنا ار اتنين بيساوي 4 ار، فلو يبقى إذا ار واحد بيساوي ار. لذلك فإن طول السلك الثاني بيساوي كم من الأول؟ يعني عاوز ال اتنين بيساوي كذا ال واحد. محتاجين قانون أو نعمل مقارنة بين الطول، يبقى المفروض زي ما اتفقنا نحط الطول لوحده في طرف الأول. من قانون المقاومة، واحدة واحدة تاني اهو. عاوزين ال اللي في البسط ولا في المقام؟ في البسط يا فندم. خلاص نثبته ونحرك اللي معاه. يبقى ال بيساوي ايه؟ ار ايه على رو اي. من حسن حظك من نفس المادة، خلاص يلا اشطب على الرو اي. يبقى كده معانا ال والار والاي بس مش هنخليها ايه بقى، احنا عارفين ليه هنخليها ار تربيع. اشمعنى؟ لان هو قال لي قطر مش قال لي مساحة. هي المفروض باي ار تربيع بس عشان الناس اللي مبصمجة الاي بيساوي باي ار تربيع. بس احنا في النسب بنشيل الثوابت يعني كنوع من الكرييتيف، احنا ناس كرييتيف. ماشي. اوكي ولا لا؟ اوكي طبعا. كده نعمل بقى قانون النسب عشان ما نطولش عليكم الكلام، تحس ان الموضوع تقيل. يبقى نقول كده ايه؟ ال واحد على ال اتنين بيساوي ار واحد على ار اتنين في ار واحد تربيع على ار اتنين تربيع. وهنعوض باللي المفروض احنا طلعناه بده بده وده. ومبروك عليك المسألة خلصت. احنا كنا بنحل في سؤال 18. عشان الناس اللي تاهت ترجع السؤال من أول جديد، رجع الفيديو تاني واشترك معانا في القناة وفعل الجرس لتفعيل كل جديد. أنا آسف، الجزازة مش لازمة الوقت، أنا آسف يعني. الناس تطلع الناتج وتسألني لو مش متأكدة منه. 19 عند زيادة طول موصل للضعف ونقص مساحته للنص فإن المقاومة النوعية عيب أوي لو أنت حليت السؤال ده لا تتغير لأن هي ثابتة عامة. 20 بيقول لك مقاوم السلك طوله ال مساحته كذا، ايه علاقته بمقاوم السلك آخر من نفس المادة طوله كذا ومساحته كذا؟ لو انت عملت نسبة هيطلعوا متساويين عشان بس مش هنقعد نتكلم كتير. 21 سلك معدني ألف ولا ايه ده؟ ألف منتظم المقطع طوله ال وقطره دي له مقاومة كهربية ار. سلك آخر باء من نفس المعدن، اوكي الرؤية ثابتة، طوله 4 ال له نفس المقاومة الكهربية، اوكي يعني الار ثابتة، فيكون قطره يساوي. انا عاوز علاقة بين القطر والال، علاقة طردي. لو حبيت لسه طالعنا فوق اللي هو ماشي الار ال بيتناسب مع ار تربيع. لو مش حابب الموضوع نعملها واحدة واحدة تاني. التكرار بيعلم ايه؟ بيعلم اشطر شطار. انتوا اشطر ناس عامة يعني. ما يلا بقى. تمام. يعني هقول والله بما ان ال بتساوي ار اي على الرو اي، هنشيل كل اللي هو قال عليه ثابت بلسانه ونشيل الرو اي خالص ونشيل الار خالص. يبقى مبقاش معانا غير الاي اللي هنفكها بباي ار تربيع، وعشان خاطر عيوني والثوابت نشيل الثوابت في النسب، نشيل باي يعني. كده ال طردي مع ار اي تربيع. اوكي يا اصدقائي ولا لا؟ بس ونعمل نسبة بقى. 22 بيقول لي
سلك مقاومته ار وسلك اخر طوله نصف طول الاول. ماشي. معناه ايه ده بقى؟ معناه ايه ده؟ معناه ان ار طول نصف طول الاول ال2 بنص ال وال1 بيساوي ال. ماشي ولا لأ؟ تمام. نصف ومقاومة النوعية اللي مادته 4/3 من الأول، يبقى هقول رو إي 2 بيساوي 4/3 رو إي، ورو إي 1 بيساوي رو إي. فإن مقاومة الثاني يعني عايز R2. تمام كده؟ ماشي. خلصنا بقى ولا أحلها لك؟ لو عاوزين أحلها بقى قول لي بقى، أحلها لكم بعد كده إن شاء الله في الحصة، لأن كده الموضوع كده يبقى ممل يعني. احنا عمالين نترجم بس المسائل عشان ما نضيعش وقتكم، والناس تحاول تطلع الأرقام عشان ما تضحكش على نفسها. توفيق إن شاء الله. سلك من مادة ما مقاومته 10 سحب، يبقى احنا عارفين هنشتغل ازاي، إلى 4 أمثال طوله. الترجمة هنقول والله L1 بL وL2 بيساوي 4L. بس كده خلاص. فإن مقاومته عاوز R2، أظن كده هتبقى 4 أمثلة ولا 16؟ 16 بقى، عشان إيه الناس تحلها واحدة واحدة. 24 سلكان من نفس المادة، الرؤية ثابتة، طول الأول 4 أمثال الثاني، كتلة الثاني ضعف كتلة الأول، فالنسبة من المقاومة يحتاجون قانون في المقاومة وطول وكتلة لسه كاتبينه من شوية، عشان بس الناس اللي مخها واقعة خالص، يعني الناس اللي هي يعني لا مؤاخذة. ماشي، ده القانون اللي احنا فيه طول وكتلة ومقاومة. وبعد كده نترجم بس بسرعة كده. احنا عندنا هنا L1 بيساوي 4L وL2 بيساوي L، وكتلة الثاني ده في الأول يعني M2 لو بيساوي 2M، فمعنى كده إن M1 بيساوي M. فأنا كده خلاص خلصت الحمد لله. 25 بيقول لك، طيب نمسح العبث ده كله الأول عشان إيه؟ عشان أيوه نفضي مكان. تمام أصدقائي، تمام. سحب سلك، تمام، معدني بانتظام حتى أصبح طوله ضعف ما كان عليه. الله، طوله ضعف ما كان عليه يعني ايه؟ يعني L1 بL وL2 ب2L. عاوز مقاومته بكم من قيمتها الأصلية. لو ناس مركزة تقولي ده أنهي ليفل في المسائل، هتقولوا لي ليفل 2. اوكي ولا لأ؟ تمام. سؤال 26 بيقول لي سحب سلك. خلاص عارفين يا شباب النظام بتاعنا، عندي يعني كذا حاجة المفروض انتوا حافظينها يعني. تمام. بانتظام حتى أصبح طوله ضعف ما كان عليه، فإن مقاومته 4 أمثال بقى. بسرعة، أنا بصراحة أنا أسامة تتكرر يعني. 27 موصل منتظم المقطع طوله مقاومته موصل آخر من نفس النوع. لا 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 لا، احترم نفسك بقى. تمام كده، ثانية واحدة، قلنا احترم نفسك يا اسطى يعني. أيوة صح كده. قفلنا القفل عشان ما يعملش كده تاني. قلنا مقاومته R وآخر من نفس النوع المادة، طوله كذا، مساحته 3 أمثال، فإن مقاومة الثاني بيساوي كام؟ السؤال ده اتكرر كتير أوي يعني، أنا حرفيا أشك فيه. مش هيجي في امتحان عشان يتكرر. 28 مش هيجي فعلا في امتحان، ما هو اتكرر بس انت فاهمه يعني. 28 بيقول لك إذا زاد طول سلك المعدني إلى الضعف وقلت مساحته فإن مقاومته 4 أمثال. يبقوا حلوها انتوا بقى بالخطوات. موصلا من نفس المادة له نفس الكتلة ولها نفس كتلة الأول. هو ايه ده؟ غلطة مطبعية. نصف قطره 2R ومقاومته 34 والثاني نصف قطره R، فإن مقاومته، نعمل نسبة بقى، بس محتاجين بقى في كتلة، في كتلة ومساحة، في كتلة وإيه ومساحة، خلي بالك. ده الجديد بقى يعني، ده الجديد، ده العرض الجديد يا فندم. الحق العرض لما يخلص. أنا آسف أنا آسف. كده الار بتساوي إيه؟ بتساوي بالاستنتاج بقى طبعا، هتستنتج قانونين مع بعض، اللي هو الار بيساوي رو ايه اللي على الايه، والام بيساوي رو ال، بس هيطلع معانا قانون جديد. القانون الجديد بيقول لك ان الرو ايه في الام على الرو في ايه تربيع. ماشي. ونعمل بقى النسبة طبعا يا أصدقائي بين الار والاي. لا مش هتبقى ايه تربيع، الاي أصلا للأسف بيساوي باي ار تربيع، فاحنا لو ربعنا ده
لو ربعنا ده يعني هنضطر نربع دول مع بعض، وبالتالي هتبقى ار اس 4، 2 تربيع، ار تربيع في 2 يبقى اس 4. يعني كده الار بتتناسب مع نص القطر اس 4، وفي ام في الموضوع. تمام كده. يبقى كده الار مع نص القطر اس 4. لو حسيت ان الموضوع واو قوي ويعني كخ كخ، فهحل السؤال كله عشان بس الناس اللي تحس ان انا بشرح حاجه فلكيه واول مره اشرح مخها ميت. احنا طبعا يا اصدقائي عرفنا ان قانون الار بتساوي رو اي في ام على الرو في اي تربيع. اوكي تمام. هو قال لي له نفس الكتله، يبقى انا هشيل ايه؟ هشيل الكتله وهشيل الار وهشيل رو اي، يبقى معايا ار واي تربيع. ار بيتناسب عكسي مع اي تربيع، واحنا عارفين اصلا في سرنا كده في السكرتة الاي بيساوي باي ار تربيع. لو حبيت تربع ده هتربع ده وتخلي ده اس 4 بس. فاحنا كده هنقول الار بتتناسب مع ار اس 4. هتقولي بس ده في سوحي بقى، هقول لك وانت احفظي بقى، يعني احنا ما بنحفظش، ما تزعلناش. تمام كده ولا ايه؟ تمام. نطلع فوق ونشوف السؤال اللي ورا. 30 بيقول لي سلكان 1 و2 مصنوعان من نفس المادة، طول السلك 1 ويساوي 3L ونصف قطره R، بينما طول السلك 2 يساوي 2L ونصف قطره كذا، كما هو موضح بالشكل. يعني مديني في الشكل وبيديني في السؤال، مش حرمك من حاجة. أنا عايز I1 على I2. طبعا هو معلوماتنا تقول إن الأي طبعا الموضوع فيه فرق جهد وفي طول وفي يعني الراجل غلط في الأعراب بصراحة، فهنحتاج مكان بقى. يعني الموضوع كده في مكان وفي مكان هنا اهو. يبقى كده محتاج علاقة بين الاي وفرق الجهد ومقاومة. سبحان الله انت كتبت القانون، شفت السحر؟ ادي في وادي رو اي وادي ال على اي. سبحان الله انت فكيت الار، واو. وادي الاي مقام المقام يطلع بسط، عمال اكررها كتير، في اي على رو اي ال. واو يا الهي. تمام كده. طب احنا عندنا مثلا قال لك نفس المادة، خلاص نفس المادة، يبقى كده حضرتك اكيد هتشيل الرو اي. وعندنا الطول، لا الطول مختلف هنسيبه، والمساحة دي هنخليها بالار تربيع علشان هو مديني نص قطر. ماشي. والفي خلاص خلصت الحكاية. يعني اظن ان انتوا هتعرفوا تعملوها ولا ايه؟ انتوا اشطر ناس طبعا هتعرفوا تعملوها، يعني انتوا اشطر من كده، يعني مش محتاجيني طبعا، بس انا هعملها لكم. قول والله I1 على I2 بيساوي V1 على V2 في R1 تربيع على R2 تربيع في L2 على L ايه؟ 1. تمام كده. بس كده يا اصدقائي، مبروك عليك، خلاص المسألة خلصت. يطلعوا انتوا بقى المسألة 31 تلات أسلاك من نفس المادة، نسب الكتل لهما نسب الأطوال لهما على الترتيب. لسه حل الواحد زيه طازة جدا، يعني أحسن حاجة. 32 عشان بس حقوق الطبع والنشر. 4 أسلاك نحاسية مختلفة الطول والقطر، فإن ترتيب الأسلاك من حيث المقاومة ترتيب الأسلاك من حيث التيار. في سؤال زي ده غلط أنا حليته في الحصة اللي قبلها. الناس اللي هي مركزة شوية أنا حليته غلط، لأن أنا شفته كان عايز ترتيب الأسلاك من حيث التيار، وهو أنا رتبت من حيث المقاومة. من حيث المقاومة ألف، من حيث التيار باء. ماشي، يعني إجابة السؤال ده تبقى باء، علشان أنا غلطت وما شفتش هو عاوز إن التيار، لأن إحنا عارفين إن الآي عكس الآر، وهو قال لي الجهد ثابت بنفس الجهد. يعني الناس اللي هتقول لي طب ما قاليش الجهد ثابت، هو قال لك الجهد ثابت. المهم يعني، فانا طبعا انا حسبت هنا المقاومات، يعني هنا المقاومه نص، وهنا المقاومه واحد، وهنا المقاومه اتنين، هنا المقاومه واحد. فدي اكبر مقاومه، اقل تيار، اقل تيار يعني سي. ماشي. عامه يعني عشان بس انا حليته غلط في الفيديو اللي فات يعني اعترف بالحق فضيله. ننزل اخر سؤال معانا. اخر سؤال معانا على الخط يا فندم. تمام. انا طبعا هحسب الرو اي ال على الايه، والرو اي ال على الايه، رو اي ال على الايه، رو اي ال على الايه، بس مش محتاج رو اي لان هم كلهم نحاسيه. فاكرين السؤال ده جه قبل كده وقلت لكم حولوا المليمتر في الحصه اللي قبل كده، بس هنا سنتي بقى هنحولها في 10 أس -2. ده قطر كامل يعني. اوكي. هنحسب الار لكل واحده فيهم، نحسب الار ليه لكل واحد فيهم. والتيار بقى عكس الار. ماشي. مش عارف، بس في ناس حسبتها ومش فاكر كانوا قالوا لي ايه، ولكن هي عامه المساله ما فيش فيها حاجه. اظن كده خلصنا ميعادنا على حصه رقم 4، حصه الرسم البياني. بس دي مش هبدأ بيها، هبدأ بحصة 5 عشان أنا شرحتها للناس، وبعد كده أرجع حصة 4.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة. ماشي، باي.